بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن القصص التي قصها الله تبارك وتعالى علينا في سورة البقرة ما قصه الله تبارك وتعالى علينا من قصة البقرة. فذكر علماء التفسير أن الآيات التي ذكر الله تبارك وتعالى في سورة البقرة عندما قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين إلى آخر الآيات، أن قتيلا قتل في بني إسرائيل ولم يعرف من قاتله. قال علماء التفسير كان رجلين في بني إسرائيل أحدهما ابن عم الآخر، وهذا واحد منهما عنده مال كثير، فأراد ذاك أن يتعجل الإرث فقتل ابن عمه ثم ألقاه على الطريق، فجاء إلى موسى عليه الصلاة والسلام فقال له إن ابن عمي قتل لا أعرف من قاتله، فأمره موسى عليه الصلاة والسلام أن يذبح بقرة. فقال له هذا الرجل أتتخذني هزوا أتهزأ بي يا موسى؟ فقال موسى عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ولو أن هؤلاء القوم استجابوا لأمر الله فذبحوا أي بقرة لأجزأتهم، ولكنهم شددوا على أنفسهم فذهبوا يسألون عن صفات هذه البقرة، فأخبرهم موسى عليه الصلاة والسلام بأنها لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، ثم قال لهم فافعلوا ما تؤمرون. ثم سألوه عن لونها فأخبرهم موسى عليه الصلاة والسلام أنها صفراء فاقع لونها، ثم قالوا له إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون، فبين لهم موسى عليه الصلاة والسلام بقية صفاتها. ثم لما وجدوا هذه البقرة أمرهم موسى عليه الصلاة والسلام بذبحها وأن يضربوا القتيل ببعضها، فضربوه ببعضها فقام حيا، فقال له موسى من قتلك؟ فقال فلان ابن عمي. قال الله تبارك وتعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، أي تنازعتم في ذلك الأمر والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. نستفيد من هذه القصة قدرة الله تبارك وتعالى على إحياء الموتى، ونستفيد أيضا من هذه القصة أن من شدد على نفسه شدد الله عليه، ونستفيد أيضا من هذه القصة تعنت بني إسرائيل مع أنبيائهم، فلقد تعنتوا مع نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. فهذه القصة الثانية التي ذكر الله تبارك وتعالى في سورة البقرة أنه أحيا فيها الموتى، وبإذن الله تعالى يأتي ذكر القصة الثالثة في حلقة قادمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يكشف كروبنا وأن يصلح قلوبنا إنه جواد كريم. أسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا فهما سديدا صائبا في كتابه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.